الرغبة، كثرة المحاولات، عدم الخوف، عدم الاستسلام، عدم اليأس، النظر إلى التحديات بمنتهى الحكمة، أخيرا الشعور بالشيء قبل حدوثه. الإيمان هو أساس كل شيء. الشيء يحدث أولا بداخلك ثم ينبعث كي تنظر له وهو يحدث في الواقع المادي، وهنا عنصر المفاجأة بيتلاشى وبيتبخر في ظل وجود عملاقي كرة القدم الأفريقية الأهلي والزمالك، قطبي كرة القدم المصرية. أهلا بكم. السوبر الأفريقي على ملعب المملكة أرينا بالرياض يجمع ما بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك 27 سبتمبر 9 مساء بتوقيت القاهرة تحت قيادة تحكيمية للحكم الليبي معتز الشلماني. ماتش للتاريخ. بين سبورت المفتوحة عصام الشوالي مش هسمعه. MBC مصر مدحت شلبي قناة صوتية أولى مش هسمعه. MBC مصر قناة صوتية تانية فارس عواد 100%. وقناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة كمان هتذيع. ماتش محترم جدا جدا جدا، وجبة دسمة بكل معاني الكلمة. عموما صفقات نادي الزمالك تعاقد رسميا وبشكل رسمي خلاص مع محمود بنتايك، ده ظهير ايسر، وتعاقد مع محمد حمدي ده على سبيل الاعاره من انبي ظهير ايسر، والمهاجم الفلسطيني عمر فرج، وعندنا كمان ميشيلاك كونراد ده ان شاء الله خليفه زيزو جناح البولندي، وعندنا لاعب تحت السن سيدي نضاي السنغالي، ان شاء الله ربنا ييسر الحال بمشيئه الله. اما صفقات النادي الاهلي، يوسف ايمن ده مدافع، واشرف داري مدافع. يوسف ايمن ده من الدحيل، اشرف داري ده لاعب عظيم بكل معاني الكلمه، افضل مدافع في القاره دون ادنى شك من وجهه نظر الشخصيه كمتابعتي ليه داخل منتخب المغرب اللي بيلعب كره قدم دون اي قوانين. عموما وعندك كمان يحيى عطيه الله المغربي باك شمال منتخب المغرب، وعندك كمان اخيرا خط وسط حلويات فاكهه عمر الساعي من الدراويش. عموما لو هنتكلم فني باختصار في دقيقتين ونص بالكتير، هنتكلم ان الزمالك لازم يعدل جوميز شكله وملعبه، لازم يعدل شكله وملعبه. قبل ما اقول لك يعدله ازاي، لازم اقول لك ان الزمالك عنده مصيبه كبرى ورا، عنده ان اي فريق بيقابل الزمالك وبيضغط على المسلوسي فقط هو خلاص انتصر على الزمالك. تقول ازاي؟ ده المسلوسي حكايه. اقول لك المسلوسي روايه، ارجى لاعب في الزمالك، انما لما بيضغط على المسلوسي بيباصي لعبد مجيد، وعبد مجيد ما عندوش ابيض يا ورد، ابيض يا ورد في بناء اللعب، ابيض يا ورد في بناء الهجمه، فاخطاء كبيره وكم كرات مقطوعه فوق الخيال. عدل يا جوميز ملعبك، عدل والنبي ملعبك، لازم تعدل ملعبك. عمر جابر يرجع يمين، ادى النهارده شمال، عمر لازم يرجع ليمين، حتى لو هيديك 50% بخصائص معينه، انا بالنسبه لي ممتاز. تقول لي ازاي؟ وجود عمر شمال، انت خسرت شحاته اساسا في اليمين لانه ما بيأديش، وخسرت شحاته كمان في المنتصف لانه مش موجود، وانت ماتش الاهلي مع خط المنتصف الكاسح محتاج ثلاثي وسط في استخلاص الكره فوق الخيال. تقول ازاي؟ عمر يمين، لعب حمدي او بنتايك ظهير ايسر، دوافع مختلفه. انت لما بتضيف عنصر من الجداد من الصفقات، عنصر او اتنين على الاكثر، مش هيضرك في اي حاجه في الانسجام نهائيا، واللي يقول غير كده ما فهمش في كره القدم. حمدي او بنتايك ظهير ايسر، وتلعب بعمر جابر، ولازما دونجا بجواره شحاته وبجواره عبد الله السعيد في الاستخلاص. تقول لي ما ناصر ماهر فين يا باشا؟ ناصر ماهر عايزين ورقه رابحه على الدكه، ورقه رابحه بجوار عمر فرج الفلسطيني، بجوار مصطفى شلبي، ده شبه ورقه رابحه. هتقول لي حتى شلبي هتطلعه، انا عارف انه مش هيطلع حاجه ولا هيعمل حاجه لوجه الله، هي مش محتاجه اختراع، دي كوره ولا كيمياء، ولكن مش هيلعب كونراد، ده لاعب محترم للغايه يا باشا. اديله مصطفى شلبي، ادينا 3 سنين في الولا حاجه، ولا حاجه بجد، ولا حاجه من 3 سنوات كاملين بندور في الولا حاجه مع مصطفى بيه شلبي. عموما اتمنى في الماتش ده تحديدا يدي كونراد، اتمنى من كل قلبي، وهو كده كده هيدي الجزيري وكده كده هيدي الزيزو، فاتمنى من كل قلبي ان شاء الله الماتش ده تحديدا. وكنت اتمنى ان انت تدي عواد بالنسبه لي ثقه كبيره جدا. محمد صبحي ده انا ما بشوفوش حارس مرمى نادي الزمالك نهائيا، ولا عمري شفته ان هو حارس مرمى نادي الزمالك، بحس انه عيل من الشارع ما ينفعش يلعب ماتش خماسي، ولكن كل الدعم للزمالك، بالتوفيق بمشيئه الرحمن. عموما بالنسبه للنادي الاهلي وباختصار برضه شديد للغايه، احب اقول لك ان الاهلي الاهلي مستقر اداريا وفنيا، ومستقر في كل حاجه. من وجهه نظر الشخصيه، الاهلي كل سنه بيقدر يعوض اي نواقص عنده بخصائص ومميزات، كل سنه بتزداد بريقه ولمعانه، كل سنه بيزداد الاهلي جودته افضل من اللي قبلها وبمراحل. تقول لي ازاي الكلام ده؟ بيقدر يعوض اي لاعب بيغيب عن التيم، بيقدر يعوض رحيل حمدي فتحي انه يجيب امام بخصائص مختلفه ومراوغ ممتاز وتمرير بيني كسر
خطوط الدفاع فوق الخيال، بيكمل وبيصوب بكلتا قدميه، ما عندوش قدم ضعيفه امام، الاثنين زي الورد. قل اعوذ برب الفلق. عموما بالنسبه لي كمان مش كده كمان، لا عندك يا باشا اصابه معلول، يا باشا مش مشكله، مفيش اي مشكله على الاطلاق. نجيب لك يحيى عطيه الله الباك الشمال لمنتخب المغرب اللي بيلعبوا كره قدم دون اي قوانين، بيلعبوا كره قدم ومصممين يقلبوا اي جيم لمشهد استعراضي متكامل. يحيى عطيه الله. طب عبد المنعم خلاص احترف في نايس، طب هنجيب مين؟ هنجيب يا باشا اشرف داري. اشرف داري ده افضل من وجهه نظر الشخصيه، ده افضل مدافع في القاره كلها، مدافع كويس جدا ومدافع خطير جدا في الكرات الثابته، سواء كورنر للاهلي وسواء ضربات ثابته للاهلي، بيطلع بدماغه حاجه تودي في داهيه، ربنا يسترها وان شاء الله مش هيلعب، انا واثق ان مش هيلعب، الاهلي هيلعب يحيى عطيه الله فقط ان شاء الله بمشيئه الرحمن دون ادنى شك. عموما وكمان عندك كمان ان انت كمان اصبح عندك وجدت ضلتك في المهاجم اللي هو مين؟ اللي هو وسام ابو علي. وسام ابو علي ده خلاص الاهلي اديله 10 سنين ما عندوش مهاجم بيعتمد عليه، ما عندوش مهاجم محطه، ما عندوش مهاجم حريف، ما عندوش مهاجم هداف. اصبح ان الاهلي وجد ضلته في مركز المهاجم، هداف الدوري وسام ابو علي، ولو لعب الدوري كامل كان ممكن وصل وسام ابو علي ل 35 هدف على الاقل. عموما من وجهه نظر الشخصيه ماتش هيبقى صعب جدا جدا جدا، في حاله التعادل بنروح على طول ان شاء الله لضربات جزاء، ونأمل ان شاء الله بمشيئة الرحمن الماتش يعدي سلامات، ويكون ربنا سبحانه وتعالى شايل لنا حاجة نفرح بيها. خلاص فرحتوا بالقضية وامال تفرحوا من ساعة ما اتولدنا، سيبوا لنا حاجة بقى، حرام عليكم، على رأي مدحت شلبي لما قال لك سيبوا لنا حاجة بقى، هو ده اللي احنا عايزينه الماتش ده. ان شاء الله بعون الله التوفيق لكل من الزمالك والزمالك في ماتش مصيري للغايه، اتمنى الزمالك يكسب الماتش، اتمنى الزمالك ياخد السوبر، اتمنى الزمالك يقف على رجليه ان شاء الله، كل الدعم وانفاذ الاهلي مليون مبروك من الاعماق. عموما كلاكيت تاني مره في المسابقه على قناتي كابتن بكر، ان شاء الله باذن الله مسابقه ال 5000 جنيه بمشيئه الرحمن. المركز الاول صاحب التوقع الصحيح 1000 جنيه، الثاني 900، الثالث 800، الرابع 700، الخامس 600، السادس 500، السابع 500 بمشيئة الرحمن. الماتش التوقع هيبدأ من دلوقتي لحد صفارة البداية يوم الجمعة 9 مساء، وبعد كده وقف ميزة التعليق على الفيديو على القناة على اليوتيوب فقط دون أدنى شك. مش كده كمان، أنا أحب أقول لك إن بعد الماتش الجمعة 9 مساء قول ل 11 لو وصل لبلانتيات او بتاع سيبني ساعة وساعة ونص ساعتين عشان اشرب بينسون عشان صوتي هيبقى مغلق من الهزيمة لا قدر الله، فنطلع واحدة على اللايف بمشيئة الرحمن لتسليم الجوائز بعد الماتش ان شاء الله بمشيئة الرحمن. ماتش للتاريخ من وجهة نظر الشخصية. حابب اقول حاجة مهمة برضو في فكرة الحلال والحرام والحرمانية، طبعا نفس اللي قلناه في المسابقة اللي فاتت، ان المال بتاع المسابقه اللي بتوزع بيه الجوائز للمتسابقين لو من المتسابق نفسه ما فيهاش اي مشكله، انما لو لموا انا من المتسابقين اللي هم بيقولوا وراهم في الكومنتات والتوقع الصحيح في الكومنت، دي اللي فيها حرمانيه، والله اعلى واعلم ان شاء الله. عموما بمشيئه الرحمن الماتش الجمعه الساعه 9 مساء، 9 مساء يا جدعان، الجمعة و27 ان شاء الله. مش عايزين نفتكر اي حاجة، لا تقول لي شوالي ولا تقول لي بين سبورت ولا تقول لي اي حاجة نهائيا، مش عايزين نفتكر اي حاجة تخص القضية. ان شاء الله الماتش ده هيروح لمنحنى تاني خالص من وجهة نظر الشخصية. اول مرة في التاريخ طول ماتشاتي مع الاهلي والزمالك دايما ما كنتش بفكر خالص في فكرة ان الزمالك يتغلب من الاهلي او ان الزمالك وحش او ان الزمالك سيء نهائيا، عمري ما فكرت، دايما بخش بدوافع وعزيمة واصرار وفي الاخر كنا بنتغلب. ان شاء الله المرة دي ما عنديش اي دوافع، ما عنديش اي عزيمة، ما عنديش اي اصرار، ان شاء الله هنكسب بعون الله. في امان الله، دمتم حبايب قلبي. ما تضيعش وقت وتوقع على طول، واكتب في الكومنت، ويا ريت تكتب جنب التوقع الاسم ثلاثي علشان ما تهش في التوقعات وما تهش في الاكونتات، لان الايميل بيبقى شكله رخم بصراحه. توقع النتيجه وجنبها الاسم ثلاثي، وعشان برضو ما حدش يتوقع من اكونتات فيك اكتر من مره وانا توه في النهايه. ده ضروري ومهم جدا، والاهم ان الاهلي سيتوج باللقب رقم 27 قاري، ام الزمالك سيتوج باللقب ال 15 قاريا. الاهلي لديه 26 لقب قاري والزمالك لديه 14 لقب قاري رغم كل الاخفاقات. تخيل عزيزي وصديقي المشاهد، الزمالك متوج ب4 القاب في السوبر، وده ان شاء الله يكون اللقب الخامس للملكي بمشيئة الرحمن. الاهلي متوج ب8 القاب، وده هيكون السوبر التاسع للاهلي ان توج. الاهلي لم يفز على الزمالك في السوبر الافريقي دون ادنى شك من قبل،
قابل الزمالك مرة واحدة فقط 94. سوبر أيمن منصور تفوق الزمالك. لمن سيكون الانتصار في ماتش الجمعة بمشيئة الرحمن؟ دمتم في أمان الله.